انا بعد ما جربت مطاعم صيني كتير اقدر اقول ان ده واحد من انظف واشيك مطاعم التشاينيز فود اللي ممكن تاكله فيه. والمكان ده هو سينو اللي موجود في مدينه نصر، وبيعمل اوثنتيك تشاينيز فود على ايدين صينيين اصليين، بس دول المره دي صينيين من الشمال مش من الجنوب. عشان كده هنلاقي عندهم شويه تفاصيل مختلفه في الاكل. يعني مثلا لو جينا للنودلز فهنلاقيها ستير فرايد رايز نودلز، وده اللي عرفته منهم ان هي بتبقى معموله اصلا من عجينه الرز. هي طعمها الصراحه كان حلو، بس هي مختلفه عن اي نودلز كلتها في مطاعم تانية. بس اللي عجبتني قوي وخلصتها وطلبت منها تاني هي البيف رايز نودلز سوب. النودلز كانت ناعمه كده وجميله، والسوب نفسها لذيذه ومتبهره حلو. حتى البيف اللي فيها كده بيبقى دايب ومش بيشد في بقك خالص. كمان التشيكن سويت اند ساور عندهم برضو مختلف خالص عن كل المطاعم التانية. يعني الفراخ بتبقى كريسبي جدا، بس الصوص بتاعها مسكر بزياده، تحس كأن حاطين عليها عسل. يعني برغم ان هي كانت جميله وعجبتني، بس الصراحه دقت احلى منها في اماكن تانية. لكن اللي مش هتلاقوا زيه في اماكن تانية ولازم بجد تجربوه من عندهم هو الهوت بوت. انا طلبت توميتو سوب عشان ما كنتش عايز حاجه سبايسي، وحطيت فيها كراب مع الجمبري وسويت كورن. بجد مش قادر اوصف لكم الجمال والحلاوه بتاعه الجمبري لما طلع. وفي المجمل التجربه كلها عجبتني، لان المكان فعلا شيك ومليان قعدات كتير حلوه. ده غير ان الاستاف هناك فيه مصريين مش بس صينيين، فده بيسهل عليك التعامل شويه، خصوصا وانت بتطلب الاوردر. والاهم من ده كله ان اسعاره مش حراقه مقارنه بمطاعم تانية جربتها قبل كده. عنوانهم بالظبط في 45 شارع محمد يوسف موسى اللي في الحي السابع في مدينه نصر. جربوه وبجد هتتبسطوا من الاكل والمكان جدا وهتحبوه. واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.